Yo, she's only 10, but she looks grown already. لو سألتك وقلت لك يعني إيه طفل، تقدر تجاوبني؟ وما تقوليش هو اللي أقل من 18 سنة، ولحد ما تكتب كومنت إجابتك أعرفك بالبيدوفيليا، وهي مرض نفسي بيشجع الانجذاب للأطفال كشيء جنسي لإشباع الرغبات، ودي المرحلة اللي بتسبق التحرش بالأطفال. بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اطلع بره حالك! اطلع بره! نيلي ولحد ما يحصل التحرش القانون مش بياخد أي إجراء، لأن القانون بيحاسب على الفعل بالأدلة مش المشاعر، إلا لو اتمسك عندك مواد إباحية للأطفال، كده أيامك سود. وعشان تفهمها أكتر ده نفس الفرق بين اللي بيحب القاتل المتسلسل في الأفلام واللي فعلا بيمسك السكينة ويبقى قاتل متسلسل. وإلا القانون كان لم كل المشتركين من على نتفليكس، وده ما بيحصلش عشان إحنا مش آلهة، مش هنعرف الغيب، فلازم وجود أدلة، وإلا هيتحول إنسان بريء لمتهم في قضية مشينة زي ما حصل في فيلم ذا هانت اللي هنحلله كعادتنا، أو فيلم بريزونرز اللي بيدل على سوء التفاهم نتيجة الانقياد خلف المشاعر بمجرد إنه ظن إن الشخص ده أذى بنته، لدرجة إنك كمشاهد مش هتبقى عارف تصرف الأب في الفيلم مبرر ولا لأ. بس برضه إحنا وصلنا لمرحلة تخلينا نقلق، وإن في طفلة من كل 5 بنات وولد من كل 7 أولاد بيتعرضوا للحادثة دي في طفولتهم. والله العظيم 3 ما قصدي. ده هو انا ما فيش اي حاجه ولا موعى جوتو ايجيبت. فيلا عشان الحلقة دي بتظهر جوانب بشرية مقرفة الحقيقة. من الواقع من سيدة وفي الزمن ده وجربوه. فنبدأ بإجابة السؤال اللي أنا حطيته فوق عشان في ناس خلقها ضيق مش هتكمل لآخر الحلقة، وهو يعني إيه الطفل؟ طبعا مش هنعيد كلام إنه أقل من 18 سنة، لأنها ببساطة بتختلف من دولة لدولة، يعني تخيل إن فرنسا بعد ال 15 سنة فدي مش طفلة. اوعى تخش، اختك بتتباس جوه. فالمعنى الحقيقي للطفولة هي المرحلة اللي مش مطلوب من الإنسان فيها إثبات نفسه، هي المرحلة اللي فيها الضحكة حقيقية والسؤال بريء والخوف بيتشال بحضن مش بفلوس، لأنها مرحلة تشكيل الوعي والتغلب على السذاجة الفكرية والاعتماد على الآخرين في الرعاية. فعشان كده أنت بتحس بتعاطف تجاه الأطفال، لأن لو حاجة أذته بتحس إنه بقى ذنب في رقبتك وإن المفروض وواجب حمايته منها. فالموضوع هنا لا إراديا بيلامس وتر الغضب عندك، وده مفسرها حلو قوي فيلم بريزونرز. وملخص الفيلم عشان تفهمه هو اختفاء طفلتين فجأة، فالشرطة بتشك في واحد من نفس الحي اسمه أليكس، وده بالله شوية وبتقبض عليه، وبعدين ما بيلاقوش دليل فبيسيبوه، لكن ابو البنت بيقرر يخطفه ويعذبه بنفسه عشان يعترف، ودي بتتوصف تحت جملة الشك المؤدي للعنف. وبعد توتر في الاحداث وهم بيشكوا في ده ودي ويسألوا دي ويراقبوا الاب نفسه، يتضح حد تاني خالص هو اللي وراه اختفاء الطفلتين، واليكس بريء. فاحنا دلوقتي قدام سؤال بسبب مبرر الاب اللي خلاه ينفخ انسان بريء لمجرد الشك. هل الخوف على اللي بنحبهم ممكن يحولنا للي بنخاف منهم؟ ونيجي بقى للعظمة اللي بتوضح عنف المشاعر اللا إرادية تجاه أي حاجة تأذي الأطفال، ودي تحسها غريزة حب ربانية لأي طفل، ودي نشاور عليها في فيلم ذا هانت 2012، وهو مدرس في حضانة والأطفال بتحبه، بس في طفلة لما أحرجت منه في إنه فهمها التباس مشاعرها ناحيته، وهي كان باين عليها تفكيرها سابق سنها أصلا من كلامهم في الطريق، فقالت عليه كلام إنه بيحبها حب كبار، يعني بيدوفيلي. واللي فات الطفلة إن كلامها كان مترتب وما اتلخبطتش مع الأخصائي، مع ان بعد كده قالت لامها وابوها لما لقت الموضوع كبر ان اللي هي قالته مش صحيح، بس الام فكرتها اتشوشت من تأثير الصدمة. وبعد كده فضل لوكاس متهم في عيون الناس للنهاية، الناس اللي نفضوه، لان تهمته بغض النظر اننا كمشاهدين عارفين انه بريء ولا لا، بس تهمته خلته في نظر الكل حيوان، تهمة ملهاش مبرر غير انه شخص مريض. وفي نفس الوقت الفيلم عرض سؤالين يحطوا البشر في موقف صعب، وهو مين يقدر يستحمل إيذاء طفل ويتجاهل كلامه، أو مين يقدر يتحمل ذنب شخص بريء. وعشان كده احنا مش لازم نوصل للمرحلة دي وإن طفلنا يتأذى أصلا، فعشان كده لازم ننوه على الخط الفاصل بين البيدوفيليا والإبوة، يعني مش أي حنية من شخص كبير تبقى بريئة. الطفل طبيعي بيحس بالغلط حتى لو مش فاهمه، فلو حد دايما بيقرب منه بزيادة ويلمس تحت مسمى اللعب أو هزار، وخصوصا لو فضل يكرر جملة زي ما تقولش لحد، فده إنذار خطر. لكن الحنية الصح حضن من بابا لما تخاف، بوسة من ماما لما تنجح، مشاعر واضحة وليها سبب ومفيهاش سرية.
فعلموا أولادكم إن أي حاجة فيها ما تقولش لبابا أو ماما حاجة غلط، ولو حكيت لنا ده معناه إنك شجاع وهنكافئك مش هنزعقلك. وتظهر معانا أفلام فعلا حصل فيها تحرش للأطفال وعرضوا الصورة عشان أنت تقدر تستوعب الأسى اللي ممكن يمر بيه الطفل اللي اتعرض لكده، زي مسلسل لام شمسية أو فيلم بليف مي وكمل أنت الاسم، اللي وضحوا التأثيرات النفسية على الطفل زي التبول اللا إرادي، خوفه من بعض الأشخاص أو الأماكن، انطوائيته لو كان اجتماعي، وإنه ممكن يكون بدأ يتكلم في مواضيع جنسية ملهاش أي علاقة بسنه، زائد العنف في أسلوبه. فعشان كده الأطفال واجب مننا احنا حمايتهم، زي ما ظهر في لام شمسية وهي الأم الحقيقية اللي حست بابنها وفرقت ما بين حضن مريض أو حضن أبوي لابنها، اللي فضلت تكافح عشان تجيب له حقه وتحميه عشان ما يبقاش نسخة تانية من وسام. وسام اللي فرحة السوشيال ميديا لما اتنطق عليه بالحكم هزت مشاعرنا كلنا. وبرضه لازم نفتكر كلام ربنا، لأن بكلامه فيه رحمة وطريق مرسوم لينا. يعني عندك مثلا في المسيحية: وأما من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. وفي الإسلام في حديث صحيح عن الرسول قال فيه: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا.